السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ بمناسبة البوست اللي انا كنت نزلته من كام يوم على الموضوع الخاص بجوجل مابس، فزي ما اتفقنا ان شاء الله هعمل لكم فيديو هنتكلم فيه عن الحاجات دي ان شاء الله بالتفصيل. وبالنسبة للناس اللي بيشوفوا الفيديو على اليوتيوب ومش عارفين القصة بدأت ازاي، فانا كنت من كام يوم نزلت البوست ده بتكلم على الطريقة دي. وانا صراحة كنت هشرحها في بوست اصلا، بس ايه، قلت ان الفيديو هيكون افضل، بالاخص ان الاكتر كان محتاج فيديو. باختصار شديد الموضوع يخص طريقة عرض التقييمات بتاعة البراند بتاعك أو الشركة اللي أنت شغال فيها بشكل مناسب، بشكل يخدم معاك الكامبينز أو الإعلانات اللي أنت مشغلها، وبشكل يخدم معاك الاس اي او، وبالتحديد الجزء الخاص بالاي اي تي. طبعا اكيد اي حد بيتفرج علينا عنده خلفيه عن الاي اي تي بالاس اي او عنده خلفيه عن الادز، فدي حاجات لو انت حاسس نفسك مش فاهمها ممكن تبحث عنها وهتفهمها اكتر باذن الله. آم، الموضوع بقى باختصار يخص طريقة عرض التقييمات، وليه انت ما ينفعش لما تيجي تعرض تقييمات البيزنس بتاعك ان انت تاخدها سكرين شوت او تزورها بنفسك. هنلاحظ ان في ناس كتير لما بيجوا يحطوا تقييمات العملاء بتوعهم بيحطوها عبارة عن سكرين شوت من الواتساب، بيحطوها عبارة عن هم بيكتبوها بنفسهم، بيخلي الديفلوبر عنده يعمل له كروت للتقييمات وبيحط التقييمات بنفسه والكلام اللي زي ده. مش هنقول ان ده غلط، ولكن ده مش احسن حاجة انت ممكن تعملها، لان الموضوع ده سهل تزويره. التقييمات اللي جايه لك على الواتساب يسهل التلاعب بيها. على فكره برضو ملحوظه، التقييمات اللي بتجيلك على جوجل مابس انت ممكن تتلاعب بيها، ولكن ده طبعا اول حاجه هتتكشف وهو ده غلط يعني. تمام. ثانيا، جزء كبير من التقييمات دي بيتحذف بعد فتره. ثالثا واخيرا، الناس اصلا بتثق في تقييمات جوجل مابس اكتر. الجزء اللي بعد كده، طريقه عرض التقييمات الافضل ان انت تسحبها مباشره من اللوكيشن بتاعك او من المابس بتاعتك. تمام. دي نقطة. النقطة رقم اتنين، انت ليه تحط النوع ده من التقييمات؟ اول حاجة، التقييمات دي بتبقى ظاهرة بشكل مفصل كده، وبيبقى فيه علامة صح ان هي موثقة من جوجل. وثالثا واخيرا، الشخص يعرف يعمل ريفيو مباشرة من مجرد الويب سايت بتاعك، يروح على المكان اللي هو هيعمل فيه ريفيو. تمام كده. الجزء اللي بعد كده يخص البوست ده، انا كنت برضه حطيت اللينك بتاعه، اللي هو انت ليه حتى لو انت كويس لازم تشير لان انت كويس. دي حاجه تخص الاس اي او بقى. دلوقتي احنا مش بنتكلم عن الادز. في الاس اي او لو انت او من ضمن معايير الاي اي تي يعني، ان انت لو براند، ان انت لو عندك تقييمات كويسه، ان انت لو في شركه اتكلمت عنك ايا كان الحاجه الكويسه اللي موجوده عندك لازم تقولها. يعني مثلا شركتك واخده شهاده ايزو في الجوده، او واخده شهادات معينه، او انت حصلت على تقييم عالمي معين مشهور مثلا، فانت الحاجات اللي زي دي لازم تتكلم عنها، لان ده بيدعم معاك الاي اي تي. حتى لو كانت المؤسسه الرسميه اللي نشره الكلام ده، فانت فعليا محتاج برضو تنزله عندك. يعني مثلا انا في البوست ده كنت اتكلمت على احد البراندات اللي انا ماسكه، واللي كان بلومبرج متكلم عنه. طبعا انت بلومبرج، انت مفيش حد تقريبا في العالم ما يعرفش مين بلومبرج. تمام. فبالتالي انت لازم تشير لان بلومبرج متكلمه عنك في خبر في اي كلام. فعامه يعني البوست قدامكم، ممكن انت توقف دلوقتي وتقرا، وممكن ده برضو توقفه وتقرا لو انت حابب ايه تعرف تفاصيل. ولكن دلوقتي خلينا نبدا في الشرح بتاعنا على طول. اول حاجه لازم تبقى عارف ان احنا عشان نربط المابس بتاعتنا، على فكره انا هت الفيديو ده انا هشخبط على كم كبير من الداتا، لان للاسف مش حتى التقييمات مش هعرف اعرضها، انا هعرض بس على الويب سايت بتاعي، والتقييمات اللي هتطلع هعرضها لان هي خاصه ببراند، فمش هينفع طبعا اظهرها. فايه اتعودوا بقى انت اكيد متعودين من القناه بالكامل ان هي اغلبها فيها حاجات كتير متغطيه يعني، فدي بتبقى غصب عني. الجزء المهم دلوقتي، احنا عندنا اكتر من طريقه ممكن ان احنا نربط بيها الخرائط بتاعتنا او نربط بيها التقييمات بتاعتنا. تمام. طريقه من خلال ان انت بتسحب اي بي اي من جوجل كلاود، والطريقه دي رغم ان هي مميزه جدا ولكن يعيبها بعض الحاجات. رقم واحد، ان انت محتاج تبعت الداتا دي بالاي بي اي، تستقبل الداتا بالاي بي اي وتحدد شكلها عامل ازاي، وان انت تتحكم بشكل يدوي في تحديث التقييمات. يعني في كم كبير من الحاجات اللي انت هتعملها لو انت استعملت الاي بي اي بتاعه البيزنس بروفايل تحديدا يعني. بيكون اسمها البليس اي دي. ممكن تعمل سيرش وهتوصل للجزئيه دي، وهتلاقي ان الموضوع رخم جدا. فعشان كده هنستعمل طرق نوعا ما قريبه من الطريقه الثانيه، وبتؤدي نفس الغرض بالظبط باذن الله.
تمام. وعلى فكره بعضها معتمده برضو على جوجل كلاود برضو، يعني اصلا كلهم بيصبوا في نفس المكان. يعني اول طريقه هنتكلم عنها ان احنا نعملها من جوجل كلاود. اللينك ده انا هسيبه لكم في الديسكربشن، ممكن بقى تبقى تدخل عليه. انت على فكره كده كده اصلا اللينك ده انت تقدر تخش تجيبه من جوجل كلاود، ولكن انت هتخش على المابس اي بي ايز وتفضل تخش تدور وتخش في سحله كبيره. فانا جايب لك اللينك مباشره. اللينك بعد ما انت تدخل عليه هتلاقيه تلقائيا فتح لك اخر البروجكتس والكويك بيلدر في جوجل بزنس في جوجل كلاود بتاعك. في بس حته مهمه تخلي بالك منها، وهو ان انت لو لسه عامل جوجل كلاود ومش عندك اكونت، لازم طبعا تعمل اكونت. ولو طلب منك وسيله دفع حطها. الجزئيه الاخيره ان انت تعمل بروجكت. يعني مثلا لو انت واخد بالك، انا اول ما فتحت حطيني على البروجكت اللي اسمه جوجل سيرش كونسول اي بي اي. دي حاجه خاصه بيا تانية، كنت عامل اي بي اي لجوجل سيرش كونسول. فانت اتاكد ان انت عامل الجزء ده على بروجكت منفصل، عشان ما لو انت حد شغال على جوجل كلاود وبتستعمل حاجات كتير، او لو انت فاتح من اكونت الشركه والديفلوبرز عندك بيستعملوا جوجل كلاود في حاجات كتير، فما ينفعش تحط شغلك على شغلهم وتلخبط الدنيا. اعمل لك بروجكت جديد حط فيه الداتا بتاعتك والخرائط بتاعتك وعيش بقى. تمام. هنيجي بقى هنا، هتحدد انت الخريطه انت عاوزها عامله ازاي. الحاجات البيزك، الادفانسد، المتوسط بقى، الحاجات اللي زي دي. تمام. الاساسيات والكلام اللي زي ده. تمام. الجزء اللي بعد كده هنا عندك الجزء الخاص بالكود. لو انت عاوز تعدل على الستايلات بتاعه العرض، اي حاجه انت عاوز تعدلها بشكل عام عدلها من هنا. ولو انت محتار في الموضوع، يعني الموضوع بسيط، باصي الاكواد لشات جي بي تي هيساعدك ان انت تعدلها، ولكن احنا هنسيب كل حاجه ايه باي ديفولت. خلينا بس نختار دي انترميديت. اوكي. خلينا بقى نعمل نيكست. تمام. الجزئيه اللي بعد كده انت عندك طريقتين، انت ممكن تعمل سيرش على اللوكيشنز بتاعتك مباشره، او ان انت تعمل امبورت للبيزنس لوكيشن اللي انت فيهم بالاكونت بتاعك اللي هو ده. انا دلوقتي هعمل امبورت عشان يسحب لي كل اللوكيشنز اللي انا متضاف فيها. تمام. بعد ما سحب لك كل اللوكيشنز هتلاقيه جابهم لك في الخريطه زي ما انت شايف كده. تمام. طبعا انا هغطي جزء كبير من الداتا، ولكن ايه هبينها. فهتبدا ان انت تحذف الحاجات اللي انت عاوز تحذفها. وهنحذف مثلا كام واحد، وهنسيب مثلا دول. الجزء اللي بعد كده هنسيب كل حاجه زي ما هي. هننزل على كونفيرم لوكيشنز. تمام. بعد ما تعمل كونفيرم لوكيشن هيكون عندك اكتر من طريقه ان انت تحط بيها الداتا دي. تمام. هنعمل امبيد تو يور ويب سايت. هتلاقي ان هنا بيساعدك ان انت تعمل تعمل الجزء الخاص بيك. هيساعدك ان انت يعني تجهز كل حاجه، وعندك برضو الاي بي اي كي والكلام ده كله. هتعمل كونفيرم. بعد كده هتروح ناسخ الكود اللي طلع لك ده دلوقتي كوبي كده. تمام. وهتروح رايح على اي سي ام اس بقى انت شغال عليه دلوقتي. تمام. هنروح على الجزء الخاص بالكود بس اهم حاجه، وهنحط الكود كده. بعد كده هتعمل نشر. زي ما انت شايف كده، لو واخد بالك عرض لي اللوكيشنز في المكان ده. طبعا انا ممكن دلوقتي اعمل سكرول من هنا وهيظهر لي كل اللوكيشنز بالمكان بتاعهم، بس انا مش عاوز اعمل سكرول بس عشان ما اضطرش ان انا اغطي الكلام ده كله. ولكن زي ما انت شايف اللوكيشنز كلها متمركزه في المكان ده. طبعا بقى انت بتاخد الخريطه دي بتحطها في الهوم بيج بتاعتك. دي اول جزئيه هتعملها. طبعا انت عندك طرق تانية ممكن تستعملها، ان انت تعمل حتى كمان انت تكوبي الكود وتحط الكود برضو. يعني انت عندك اكتر من طريقه. بعد ما خلصنا الجزء ده نرجع بقى للجزء الاهم الخاص بالتقييمات. وعلى فكره برضو يا شباب، احنا هنتكلم على كذا خطوه هنعملهم مع بعض. مش هنحط بس التقييمات بس، احنا هنحط اللوكيشنز في الويب سايت، وهنحط الريفيوهات. تمام. عشان تدعم الاثنين ببعض. وطبعا لازم كل حاجه تكون بتسمع في بعضها. يعني لازم في اللوكيشنز بتاعتك تكون ان انت عاملهم حاطط فيهم لينك الدومين بتاعك. ولو انت مش فاهم ازاي تعمل اوبتمايزيشن للخريطه بتاعتك او للمابس بتاعتك، هتلاقيني منزل فيديو على اليوتيوب قبل كده بتكلم فيه عن الموضوع ده، يفضل انك ترجع له. فخلينا بقى نكمل الجزء الخاص بالتقييمات، وكمان الجزء الخاص بعرض الخريطه. خلينا بقى نيجي لطريقه عرض التقييمات وازاي هنبدا نمشي في الستبس دي. عندنا طريقتين. طريقه من خلال البلجنز، لو انت ووردبريس هنقولها لان هي طريقه سريعه جدا جدا، ببلجنز اسمها ويدجز فور جوجل ريفيوز. تمام. هنيجي على البلجنز عندي هنا. فين البلجنز؟ اهي. هنعمل اد بلجن. خلينا نعمل ايديت ده عشان نعرف نعدله. هتيجي هنا تحط البلجن، تحط سيرش قصدي. بعد كده هتروح مثبت البلجن. تمام. اللي هي دي عندها فيها 700 الف حد مثبتها يعني قبل كده. بعد كده هتروح اعمل لها اكتيفيت.
بعد ما تعمل البلجن اكتيفيت هتروح جاي على كلمه الاتصال، هتروح عامل سيرش هنا على الفرع بتاعك. طبعا انا دلوقتي انا هعمل سيرش على اي حاجه عشوائيه، تمام؟ هكتب مثلا ايه، آه مثلا مكتب. انا طبعا بجيب اي حاجه، مثلا ده ظهر لي بقى اي حاجه، تمام؟ انت طبعا بتعمل سيرش على اللوكيشن بتاعك، تعمل كونكت. بعد كده هتلاقي ظهر لك شويه تقييمات بالشكل ده. طبعا انا اخترت اي حاجه عشوائيه عشان اعرف اعرض لكم التقييمات وما اضطرش ان انا اشخبط. انما في لما انا كنت فاتح جوجل كلاود كان بيسحب من الاكونت بتاعي، فبيديني اللوكيشنز اللي انا عندي اكسس عليها، اللي انا زي ما قلت مش هينفع اعرضها، تمام؟ فدي حاجات عشوائيه. هتروح انت بقى مختار اي حاجه انت شايفها مناسباك من الكلام ده كله، تمام كده؟ وبعد كده هتروح مثلا هختار ابسط واحده مثلا دي، هنعمل تحديد، تمام؟ عن لو انت عاوز تعدل اي حاجه من هنا عادي، هتعمل نسخ الكود للحافظه. هتيجي هنا نمسح الكلام ده وتروح حاطط دي هنا، تمام؟ وبعد كده هتروح عمل تحديث. بعد كده هنعمل عرض عشان نشوف التقييمات بتاعتنا ظهرت ازاي. بص كده هتلاقي التقييمات ظهرت اهي. الطريقه اللي بعد كده ان احنا هنستعمل الويب سايت ده. الويب سايت ده يعتبر من افضل الويب سايتس اللي انا جربتها، اللي بتعمل الحاجات الخاصه بالتقييمات لكل السوشيال ميديا بلاتفورم بالكامل. وكمان طبعا على فكره الموقع ده عملاق ومشهور فوق ما تتخيلوا، فبيسهل جدا جدا الحاجات اللي زي دي. هتعمل بقى كرييت اكونت والكلام اللي زي، بس انا هعمل لوجن عشان انا عندي اكونت كده كده. فانت اعمل كرييت وحط الويب سايت وهيدخلك هو على الداتا. هسجل هنا بالاكونت بتاعي. بعد ما بتسجل انا طبعا حذفت كل حاجه عشان يجيب لي الواجهه دي، تمام؟ هتعمل كونكت بلاتفورم. بعد كده هتروح مختار البلاتفورم اللي انت عاوز تجيب منها التقييمات. احنا عاوزين نجيب جوجل ريفيوز، هنعمل اد. بعد كده هتعمل سيرش هنا على التقييمات على اللوكيشن بتاعك اللي انت عاوز تسحب التقييمات منه. فانا طبعا هختار برضو حاجه عشوائيه، هختار مثلا كلمه دكتور، وهجيب اي حاجه تظهر لي، مثلا ده، اي حاجه يلا، تمام؟ وبعد كده هتروح عامل كونكت. بعد كده هتروح عامل كونكت ريفيو ويدجت. هتلاقي بدأ يسحب لك الريفيوهات من اللوكيشن اللي انت عملت له كونكت من شويه، وهيجيب لك. خلينا بقى تختار اكتر من طريقه من دول. عندك حاجات زي دي، عندك حاجات فيها رايت ا ريفيو، ان الشخص يعرف يعمل لك ريفيو مباشره. انت بقى ايه، قلب بقى واختار الحاجه اللي انت شايفها مناسبه ليك، تمام؟ هنختار بس اي حاجه عشوائيه زي دي مثلا، هنختار سيلكت مثلا دي. عندك بقى كاستمايزيشن مختلفه ان انت تقدر تعدل عليها بقى زي ما انت عايز عشان تعمل كاستمايز للكلام ده كله. الله اكبر، الله اعظم. هتعمل سيف اند جيت كود، تمام؟ عندك هنا هتكوبي هتكوبي الكود ده، هتروح على الويب سايت بتاعك. طبعا اتاكد انك عامل كود، طبعا اهم حاجه اعمل تحديث. هتلاقي عندك التقييمات بدات تظهر لك بالشكل ده. طبعا انت بقى طبعا بتحطها في الهوم بيج بتاعتك وبتظبط الامور دي كلها، تمام؟ وبتنسق ليها، ممكن تعمل لها كونتينر مثلا عشان تحطها فيه والكلام ده كله. وبكده نكون خلصنا. اتمنى يكون الموضوع كان سهل، وهو اصلا سهل يعني. فلو حد واجه مشاكل كده كده ممكن تكتب لي في التعليقات وانا هجاوب عليكم باذن الله. يلا، السلام عليكم.